صباح الخير يا حلوين او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاعنا النهارده. وعايزه اقول لكم ايه، نسمي بالله ونصلي على الرسول، ويومنا طويل شويه. استحملونا بقى. ايوه، استحملتونا في الايام القصيره، استحملونا في الايام الطويله. فندخل كده بقلب جامد على الفريزر بتاع المطبخ، وما شاء الله في كميه فراخ حلوه قوي، كميه كبيره يعني. متبلينها ومجهزينها قبل بيوم، علشان خاطر نبدأ يومنا بدري، والعدد عندنا ما شاء الله كويس يعني، فننجز وقت. اليوم بدأ معانا من الساعة 8 الصبح. خرجنا الفراخ اللي كنا متبلينها، حطيناها في صواني الفرن بالشكل ده. تبلناها يا جماعة وحطيناها على وش الفريزر في أكياس. هي ما لحقتش جمدت ولا حاجة، لأن الفراخ على بعضها يعني، هي كانت ساقعة ساقعة جامد يعني، يكاد ان هي بدأت تدخل في التجميد. بس طبعا لحقناها، احنا جايين لها الساعة 8 الصبح. فحطيناها في الصواني الفرن وغطيناها بالورق الحراري يا جماعة، وهتدخل الفرن على اعلى درجة حرارة. ما شاء الله معانا كمية كبيرة، اللهم بارك. التتبيلة دي خطيرة. هسيب لكم تتبيلة الفراخ دي تحت في الكومنتات. المهم بقى يا اختي، انت وهي دخلت الفراخ واديت الكفته لاصحابي. طبعا الكفته دي برضو مجهزينها قبل بيوم، خلطه الكفته برضو هسيبها لكم تحت في الكومنتات. حبيت بس اشارك معاكم اليوم، علشان خاطر يعني عشان خاطر ايه بقى، علشان خاطر تستفادي برضو. ما هي الوجبات الكبيره او الكميات الكبيره دي حلوه قوي لما تكوني مجهزه قبل بيوم، هترتاحي. طبعا الكفته كنت مجهزاها واتحطت في الطبق بالشكل ده، واتغطت بالاكياس واتحطت على رف التلاجة. شويه زيت بقى او ميه بصل او عصير طماطم، وهتبلي ايديكي وتبداي تصبعي الكفته. ما شاء الله كنت انا شغاله تسويه. اللهم بارك. هنا الفراخ اترصت بالشكل ده كده. الله الله الله، وبدات تغلي وريحتها تظهر معانا. حلو الكلام. وبقول لك ايه، انا لسه هسيب لك تتبيله الفراخ في الكومنتات. تعالي، كل فرخه هتاخد معاكي حبايتين طماطم، حبايتين بصل، حبايه فلفل. تضربيهم ناعم جدا في الخلاط. هتحط عليهم معلقه خل، معلقه كبيره عصير ليمون، معلقتين كبار من الزيت، معلقه كبيره من مستردة، ومعلقه كبيره معجون طماطم، والتوابل اللي تحبيها بقى. ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، رشه قرفه ورشه جنزبيل، بس كده. قلبي الخلطه دي مع بعضها وتبلي بها الفراخ يا ست الكل. شفت اسهل من كده؟ والله انا شاطره. بسهل عليك المواضيع. قلبي بقى وتبلي بها الفراخ. حلو الكلام. اركني بقى الفراخ بتتبيلتها بفرنها كلها في الفرن. ويلا نعمل ايه، كميه رز حلوه قوي. حله كبيره حطيت فيها السمنه والزيت، وهستنى يسخنوا. وما شاء الله بصوا بقى الابطال اللي معايا، اللي انا من غيرهم بصراحه مش هعرف اشتغل اصلا. خلصوا تصبيع الكفته. قلت بس الاول اولع على حله رز وبعدين احط الكفته في الفرن. اول حاجه حطيتها في السمنه والزيت بتاع الرز بقى معلقه كبيره من السكر. كرملي السكر بالشكل ده، وضيفي بهاراتك. احنا هنعمل رز مبهر. تمام. هضيف عليه بقى لومي وعودين 3 قرفه وحبهان وكبابه صيني وبهارات كبسه ولون زعفران ورشه فلفل اسود، واديهم تشويحه خفيفه كده. واول ما ريحتهم تظهر بقى على طول هضيف عليهم الميه المغليه. عايزه انجز وقت بقى، او لو مش هتضيفي ميه مغليه مهم جدا لو هتعملي في حله واسعه بالشكل ده، وعندك بقى وجبات، عندك عزومه، عندك فرح، هتستخدمي الحله الكبيره اللي زي كده. مهم جدا تسيبي الميه تغلي قبل ما تحطي الرز. حلو يا ست الكل. بصي بقى، انا ظبطت الميه اهو. هسيبها بقى تغلي مع لون الزعفران. بتجيبي من عند العطار عادي جدا، ده لون زعفران. خلاص. بفكرك لو بتشوفنا لاول مره صحصحي معايا، بفكرك ان انت تشتركي في القناه وتفعلي زر الاشعارات للكل، علشان يوصلك كل جديد هننزله باذن الله. بصي لي بقى يا ست الكل، الميه اهي غلت تماما. نزلت فيها الكميه المناسبه من الرز، وهديله التقليبه، وهعلي النار لحد لما الرز يتشرب كميه الميه، وبعدين اهدي عليه. احنا متعودين كده، الرز اللي بكميات كبيره على نار عاليه، اول ما يتشرب نهدي عليه عشان يطلع مظبوط. هنغطي عليه ويلا بينا بقى نحط الكفته في الفرن. بصوا بقى الكفته ما شاء الله يا جماعه، الكفته بتتحط بالشكل ده كده، ما بتتغطاش. انا مولعه عليها الشوايه من الجنب والارضيه بتاعه الفرن. وتعالوا بقى نبص على الفراخ. بصي لي بقى كده، لسه محتاجه شويه نار. هغطي عليها او هقفل الفرن، وهسيب بقى الفراخ تستوي براحتها. وقرب ما تيجي تستوي بشيل من عليها الورق الحراري عشان تاخد اللون الجميل. الكفته بسم الله ما شاء الله خرجت اهي معانا.
ريحتها تحفة قوي يا جماعة. بصوا ما شاء الله. طبعا بصوا اللون خطيرة، وطعمها بجد ألذ كفتة. انا عن نفسي بحب الكفتة بتاعت الفرن دي، وكل ما رفعت الكفتة كل ما كانت احلى. هنا الفراخ ما شاء الله اتحمرت. الله الله، الفراخ دي بقى طعم ولون وريحة خطيرة جدا بجد، مش هتندمي لما تعملي الفراخ بنفس التتبيلة دي. الرز بقى يا جماعة ما شاء الله خلاص طفينا عليه، وهاخد عليه بقى كده شوية سمنة بلدي على الوش قبل ما نقلب. وهنقلب بقى علشان خاطر الرز الأحمر يندمج كده في الرز الأصفر، ويكون شكل الرز حلو قوي معانا قبل ما بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نغرفه. خلاص بصيلي كده على الجمال، يا سلام يا سلام. الرز هنا اتقلب وبقى زي الفل. بصوا الرز نسري، الحبة من حبتها وريحته وطعمه حلو جدا. كده جاهزين بقى ان احنا نغرف الوجبات بتاعتنا. بس استنوا، احنا مش هنغرف على طول، ده احنا هنعمل صينية جلاش في السريع كده علشان خاطر الوجبة بتاعتنا تكون وجبة متكاملة. اهم حاجه غطي بس على الرز علشان خاطر يفضل سخن. وجبنا هنا صينيه فرن. الصينيه دي يا جماعه مقاس كبير، يعني ما شاء الله مقاسها 50 في 80. حطينا طبقه سمنه وطبقه جلاش، وحطينا ما شاء الله كيلو جلاش في الصينيه من تحت، وبين كل طبقتين رشه سمنه لحد لما خلصنا كيلو. واللحمه برضو يا جماعه معصجينها من امبارح علشان خاطر نسهل علينا الدنيا، وشغل المطبخ كله انا بعمله بمساعده اخواتي اللي معايا في المطبخ. تمام. هوزع اللحمه كويس جدا، وربنا ما يحرمني منهم يا رب ابدا، ولا يحرمنا من بعض، ودايما كده ايه نكون في كتاف بعض كده ان شاء الله. وزعنا اللحمه كويس، وهحط الكيلو التاني بالشكل ده كده بين كل ورقتين سمنه، واجي على طول هنبدا بقى ان احنا نقطع الجلاش. بالنسبة لتقطيع الجلاش فهو مش قصة يا جماعة، هيتقطع بالشكل ده كده. وكمان هنجهز له بقى الخليط بتاعه. صاج زي ده بياخد يعني قولي ربع كيلو من اللبن على بيضتين، رشة خل بسيطة ورشة فلفل بسيطة. هنقلبهم كويس جدا جدا، ونكون جاهزين بقى ان احنا نسقي بهم الجلاش. ما شاء الله احنا معانا كمية كويسة، بس شوية جلاش يا ولاد يستاهلوا بقكم. وهسقي بقى يا ست الكل الجلاش بالحليب والبيض زي ما قلت لكم. مفيش بيكنج باودر ولا الكلام ده كله، هو الحليب ورشه فلفل اسود والبيضتين ورشه الخل، نقطه خل بس علشان خاطر زفرت البيض. وهقلب بقى ايه الصاج يمين وشمال كده علشان خاطر اتاكد ان الخليط ده بيدخل كده ايه جوه قطع الجلاش. وهدخله الفرن على درجه حراره فوق المتوسط. ما تعليش الفرن قوي وانت بتسوي الجلاش علشان خاطر ما يتحمرش من فوق ومن تحت ومن جوه يكون لسه ني، لا، درجة حرارة فوق المتوسط. حلو الكلام. ادخل بقى الجلاش بالطريقة دي في الفرن بتاعنا. ما شاء الله اللهم بارك كده. الفرن اللي بقول لكم الفرن اللي بيسيحنا. هقفل عليه من كل وقت، من بين كل وقت والتاني بقلب في الصجان، يعني اللي فوق تحت واللي تحت فوق واللي في النص والكلام ده كله، علشان اللهم بارك ياخد معانا كله اللون الخطير القمر ده. قطعة الجلاش مقرمشة من فوق ومن تحت وطرية من جوه، في حاجة كده ايه ملهاش حل. نغرف بقى يا ست الكل الوجبات. والوجبة معانا شوية رز، صباعين كفتة، ربع الفرخة المشوية الفرن القمر دي، قطعة الجلاش، وبألف هنا وشفا اللي أكلوا من الوجبات دي. واستنوا في حلقات تانية كتير، ومع السلامة.